تحياتي. معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة في برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. الزمالك يفوز على فريق الداخلية في لقاء ودي 3-1 بهدف من كرة ثابتة بقدم شيكابالا وهدفين للغضنفر أحمد جعفر. النتيجة والأسامي اللي جابت الجوال بتفكرني بموسم 2011. اتكلمنا في حلقة سابقة عن ان الوديات لازم تكون مع فرق دوري ممتاز عشان انت بتجهز الفريق للدوري الممتاز، ده غير انك بتجهز لماتش مهم جدا مع الوداد المغربي. الماتش اللي جاي ودي برضو هيكون مع وادي دجلة، وده معناه ان سياسة الزمالك هتكون التجهيز مع الفرق بتاعة الدوري الممتاز. متفائل مع مؤمن سليمان وربنا يبعد عنه الخرارة. استنوا مع مؤمن سليمان تألق كل من أيمن حفني، صلاح ريكو، إبراهيم صلاح، وطبعا طارق حامد، ده غير شيكابالا. وهيكون فيه ظهور مرعب للبديل مصطفى فتحي. على عكس ناس كتير أنا راضي عن شكل المنتخب وأدائه في ماتش جنوب أفريقيا. أولا دفاع المنتخب متماسك بشكل كبير ومفيش خطورة كبيرة كانت علينا ولولا الهدف واللي كان من غلطة تمركز سهل تصحيحها. ثانيا هجوم المنتخب سريع وحماسي، يمكن ينقصه بعض التنظيم لأن فكرة ترمي الكرة لصلاح واجري مش هتنفع. لو كان صلاح سريع باكات غانا أسرع. لعيبة الجزء الهجومي للمنتخب ظهروا بشكل جيد وخصوصا تريزيجيه اللي أدى الدور اللي عليه هجوما ودفاعا. تحركات صلاح بدون كورة ممتازة. كوكا محتاج يقعد مع نفسه أو يقف قدام المراية ويسأل نفسه أنت مبسوط كده؟ بالنسبة للتغييرات مش عارف ليه جالي إحساس إن كوبر هيطلع فيه صلة قرابة بينه وبين الكابتن محمد حلمي. هي التغييرات متأخرة ليه؟ وهو مش الماتشات الودية دي معمولة عشان أجرب أكتر من تكتيك وأكتر من لاعب؟ هو رمضان صبحي نزل قبل نهاية الماتش ب 12 دقيقة يعمل إيه؟ وعمرو جمال قبل الماتش ب10 دقايق ليه؟ ومصطفى فتحي ليه؟ على العموم في النهاية برضو نقول إنه ماتش ودي وكل الأخطاء هيتم تصحيحها إن شاء الله إن شاء الله في الرسمي. بالتوفيق لمنتخبنا. بمناسبة الكلام اللي داير على إن الأهلي بيفاوض أكتر من لاعب في الزمالك، أحب أقول كلمتين للاتنين لعيبة اللي الشيطان الأحمر بيلعب في دماغهم بنفك. افتكروا معايا الأسامي دي: رضا عبد العال، محمد صديق، طارق السعيد، معتز إينو، وجمال حمزة. أنا عايزكم بس تقارنوا بين رد فعل جماهير الأهلي لو شافت واحد من الأسامي دي بعد ما سابوا الأهلي في الشارع، ورد فعل جماهير الزمالك لو شافت مثلا عبد الحليم علي ولا حازم إمام ولا مدحت عبد الهادي في الشارع. أنا عايزكم تتفرجوا على كلام حسن مصطفى لما قارن بين جماهير الأهلي والزمالك. أنا عايزكم تفتكروا كلام حسام حسن عن جماهير الزمالك وجماهير الأهلي. انتوا في الأهلي ممكن تاخدوا فلوس أكتر من الزمالك وتكسبوا بطولة واثنين وثلاثة وعشرة، بس حب واحترام الجماهير مش هتلاقيه غير في الزمالك. ولو مش مصدق شوف أي لاعب ساب الأهلي وراح فريق تاني جماهير الأهلي بتقول عليه إيه، وخصوصا لو تألق قدامهم أو جاب جول. وشوف جمهور الزمالك بيقول إيه على فتح الله مثلا مع إنه جاب فينا جوال. حكم عقلك واختار. ماتش الزمالك مع الوداد يوم الجمعة 16/9 الساعة 8. كل مصر مستنية العيد إلا جمهور الزمالك مستني الماتش. أصل الزمالك
عيد. نهاية حلقتنا، ادعمونا بلايك وشير واشتراكات في القناة، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. بلاقي نفسي وسطيهم وبرتاح لما بلاقيهم جماهير الزمان، ربنا يزيدهم ويحميهم. بلاقي نفسي وسطيهم وبرتاح لما بلاقيهم جماهير الزمان، ربنا يزيدهم ويحميهم. ولاد وبنات في وقت الشدة رجالة، مفيش نخلص كده ومفيش كده حالة. ده سحر ده ولا عشق ده ولا سميه ايه؟ ده حب بيتولد فينا وكده.